قصة عنصرية في العصر الحديث. المكان اللي أنا واقف فيه اسمه راس كبسة في مدينة القدس. جدي أبو والدي الله يرحمه كان ساكن هون. تعالوا أفرجيكم على الخريطة. هون بيت جدي، وكان عنده محلات تموينية هون. بين بيته والمحلات أقل من دقيقة مشي. أجواء جميلة وهدوء وراحة كانت في هذا المكان لحد ما أجا هذا الجدار. تعالوا ننط من فوق الجدار ونروح على محل جدي. اليوم لو بدي أروح على محل جدي مشي بدي أكثر من 5 ساعات. تخيلوا. شوف كمان شو كاتبين إنه هاي الطريق بتقطع فيها حدود دولة تانية، ولو بدي أروح بالسيارة بدي تقريبا ساعة بدون زحمة. تخيلوا إنه هذا الجدار بمتد على أكثر من 700 كيلو متر. تخيلوا كم عائلة فرقهم هذا الجدار. تخيلوا لو هاي البيوت اللي بتشوفوها هي لاتنين إخوة ممنوع اليوم يزوروا بعض. تخيلوا هذا الجدار كم حرمنا نزور أهلنا وأهلنا يزورونا. مثلا أنا أهل أمي بسكنوا بالضفة الغربية، ما بيقدروا يجوا يزورونا. كل هذا عشان